السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم قصتي. عارفه باللي بزاف غادي يسمعوا هادشي ما غاديش يعجبهم الحال وما غاديش يبقاو يثيقوا، ولكن راه بصح هادشي اللي غادي نقول لكم. اغلبيه الرجال بحال هكاك، وتا حنا العيالات بزاف فينا بحال هكاك، غير اللي هداها الله. انا بنت مدينه كازا، في عمري 28 عام. انا طويله زويونه، الملامح ديالي كحلين وصميمره، المهم زويونه الحمد لله. خدامه سكرتير في واحد الشركه كتصايب الماتيريال ديال الماتيريال الطبي، والحمد لله مبرعه، لا من ناحيه الخلاص ولا من ناحيه السفر. وكنت بزاف ديال المرات كنسافر مع المدير، وحياتي زوينه اي وحده تتمناها. انا غادي نرجع معاكم شحال اللور باش تعرفوا حكايتي مزيان وتفهموها. ملي تزاديت با وامي كانوا مازالين ساكنين في العربيه مع جده، وجدي وعندهم جوج خواتاتي كبر مني. امي ما قدرتش على ديك القهره حيت هي اصلا بنت كازا. عيات مع بابا باش يجيو يسكنوا في كازا في المدينه، ولكن ما كانش عنده باش. في الاخر مات باه اللي كان باقي ليها، وخلى ليها البرطمه فين كان ساكن في سميتها. والحمد لله ربي سهل علينا وتحولنا وجينا سكننا في كازا. ديك الساعه انا كانت عندي عامين ما عقل على حتى شي حاجه، هادشي كتعاودوا لي غير امي. ملي سكننا في كازا با دبر على خدمه في مارشي النوار، على الاقل هاد المره بعدا دار شي حاجه في حياته بحال الناس. امي كانت خدامه غير في الدار، كتصايب العقاد ديال الجلالب، واخا ماشي شي خدمه اللي فيها الفلوس بزاف، ولكن على الاقل كانت شويه مدوره بها الحركه. المهم كانوا معيشيننا بداكشي اللي كتب الله. خواتاتي ملي فاتوا 18 عام جلسوا في الدار، ما بقاوش تيقراو ديك الساعه. ايوا با حرر عليهم العيشه، قال لهم خاصكم ضروري تخرجوا تخدموا نتوما على راسكم وتجيبوا الفلوس، انا ما كيهمنيش فاش غادي تخدموا، المهم تنوضوا تجيبوا الفلوس. وانا بديت كنعيا وانا راني مرات، وبديت ما قادش على الخدمه. با ما كانش عنده سوق نهائيا فينا، كيفاش غادي نجيبوا له الفلوس؟ ما كيخافش علينا زعما يتكرفص علينا شي واحد ولا يستغنى. خواتاتي بجوجات مشاو دفعوا لواحد الوزين عادي خدموا فيه. والحمد لله الفتره اللي بديت انا كنقرا فيها كان الدار كلشي الناس اللي فيها خدامين، كان كل واحد كيشري ليا حاجه ومهليين فيا، الا با ما تشوفش من وراه حتى تقشيره. وانا كانت عزيزه عليا القرايه، كنعطي فيها الجهد ديالي، ولكن الغالب الله. كون لقيت زعما اللي يحفظني مزيان يعاونني كثار ويوقف معايا كوراني خدمت شي خدمه حسن. من صغري كنت حاسه براسي كنت كنطير وخفيفه، وكنجيب جوج غوتات في النهار خف مني كنطير كالزواق. اصلا با زعما اللي غادي نخافوا منه غادي نديروا ليه الحساب وما غنخرجوش للطريق، ما كان والو، جالس كيما قالش، كاين كيما كاينش. صافي بلا كملت القرايه ديالي، خديت الدبلوم ديالي، بديت كنقلب على خدمه، ما لقيتش خدمه من البدايه. ايوا صبر عليا تقريبا شي عام، وانا غادا غير خارجه ما كنجيب لهم لا ريال لا جوج. ويخرج ليها نيشان قال لي شوف انا ما غاديش تبقاي انت جالسه غا كتاكلي وتتنعسي، والدار هنا كلشي خدام على راسو، كلشي مدوز تماره باش نعيشو، وانت ما حسن باش احسن من خواتاتك باش تبقاي عاطيه غير النعاس. خرجي قلبي لك على شي خدمه. بديت كنبكي قلت لها بارك عارف دابا عامدي باش جلست وانا شحال وانا كنقلب، ولكن ولا ما لقيت حتى شي خدمه. قال لي انا ماشي شغلي، المهم انا من الشهر جيت بديت حطيت انت فلوس بحالك بحال خواتاتك، ولا بغيتي تعيشي في هاد الدار مرحبا جيبي الفلوس، ما بغيتي سيري خرجي تعاوديها لراسك. ايوا عييت ما نقلب، تطابوا ليا رجليا ولكن والو. ايوا انا فاش كنت في الليسي كنت مبليه انا وبنات بحالي، الا كنديروا خطار بيناتنا شكون اللي غادي تمشي تستغل شي واحد، وشحال ما جبدات من عنده زعما ديال الفلوس راها واعره. ايوا صافي انا ملي بديت كنقلب على الخدمه وداكشي طلع ليا الدم بالنقير ديال با، حتى شي واحد زعما ما واقف معايا، وانا ما طاح ليا في راسي غير ان نعاود ندير بحال داكشي اللي كنت كنديرو غير لعبوت في ليا، دابا نديرو ديال بصح. ايوا صافي وليت كنستغل الزين ديالي بجميع الطرق. كان الراجل اللي كيطيح في يديا كنعصرو كنخرج منه الزيت، وفي نفس الوقت انا ما كنتش كنصر عليا المزاريط، كنت كنعرف غير الفئه اللي غادي نضحك عليهم، واكثر فئه كنت كنستغلها ابشع استغلال. اي حاجه حليت عليها فما كيحضروها ليا هما المزوجين. ايوا كنت كنلبس احسن ما عندي وكنمشي نجلس في شي كافي واعر انا وواحد صاحبتي شيطان اكثر مني، وكنبداو
كنا بروفيسيونيل، غير كنشوفوا الواحد كنعرفوه مزوج ولا لا. وهذاك بالضبط كيف قلت لكم اسهل فريسه ليا، غير كضحكي ليه كيطيح على وجهه، قلبو طايب ويبدا يعاود لك على مرته اللي فين ما يدخل الدار حكا كيشم فيها ريحه البصله والثومه، ويعاود لك على الحياه الزوجيه اللي متحملها وعلى الدراري الصغار اللي قهروه، وتيبدا عليك بداك الديسك اللي كلشي حافظينه. انا ما لقيتش اللي تعطيني القيمه اللي تنستاهل اما نعطيها عينيا، وانا بطبيعه الحال هذيك اللحظه خاصني نكون انا اللي زعما غادي نعطيه القيمه اللي كيستاهل. وصافي تماك فين كيبدا يطيح بين يديا، وكيبدا داك الفيلم ديال حكا انا مريضه، حكا امي خاصها التحاليل غاليين، اما العيد ميلادي ديالي الناس عندهم واحد في العام، انا كنت كندير 10 ولا 20 اللي تعرفت عليه كنقول له عيد ميلادي بقات لي غير شهر. ايوا تعرفت على واحد السيد لاباس عليه كبير في العمر، ولادو كبر مني. اول حاجه دار معايا المزيان، لقى ليا خدمه زوينه ورسمني فيها، صافي ودزت منك يا كادويات، الروايح، الذهب، فلوس، شبعت فلوس، عمري خليته يقيس حتى يديا. ملي كملت منه قلت ليه تخطبت. ايوا بغا يحماق، قال لي انت من بديه كنتي كضحكي عليا وتاخدي من الفلوس وفي الاخر مشيتي تزوجتي، هذيك الخدمه اللي دخلتك ليها غير نسايها. قلت له ما عنديش مشكل، انت الخبر في راسك، غادي نمشي نعاود كلشي لمرتك وكلشي يعرف حقيقتك، ما ديك الساعه تتحمل مسؤوليتك، راه ما نعاودش نرجع في هضرتي. حتى شويه ما بقاش عاود معايا الهضره. ايوا كان هذاك اخر واحد غادي نضحك عليه. صافي تماك شديت الطريق، ركزت في ديك الخدمه اللي دبر ليا، جمعت شويه شويه الفلوس، تدرت طوموبيل صغيره. ايوا الوقت ديالي عطيته لمستقبلي. من بعد عامين تعرفت على واحد الولد الله يعمر ليه الدار، ما كنتش كنبغيه زعما من قلبي، كان غير اعجاب وصافي. المهم دور الحركه واحد شويه وكان عيني في الجواج. صافي تفاهمنا انا وياه، جا خطبني من دارنا، وافقت. واكثر حاجه عجبتني هي عنده دارو بوحدو. ايوا من بعد ما دوزت انا وياه شي 3 شهور من ورا الخطوبه، كنت تصدم باللي راه مصاحب مع صاحبتي من ورا ظهري، وهذيك صاحبتي اللي ما خليت انا وياها حتى شي مونتيف ما درناش، وكانت معاوده ليه على الماضي ديالي كله، كان معايا غير باش يستغني الساعه لقاني مطوره اكثر منه، شوهته هو وياها وفسخت ديك الخطوبه. ولكن ما نكذبش عليكم، العافيه بقات شاعله في قلبي من جهتها، حلفتي ترجع لها الصرف قد طوى الزمان ولا قصار. بقيت مخاصمه انا وياه تقريبا عام ونص. ملي جيت نفكر لقيت بلي هذه ماشي هي الطريقه اللي غادي نقدر ناخذ بها حقي منها، خاصني نرجع نتصالح انا وياه، حيت بقات فيا. اصلا هي شحال من مره بغات دير زعما مبادره باش تصالح معايا، ولكن انا ما كنتش كنبغي. ايوا واحد النهار جات عندنا امها، حيت هي اصلا ساكنه قريبه لينا، دخلوا جلسات معنا عادي، حيت هي عائلتها وعائلتي ما كانوش عارفين نهائيا داكشي اللي وقع ما بيني وبينها، وما عارفينش باللي راها هي السبب تفسخت الخطوبه. صافي بدات كتهضر معايا عادي قدام امي وخواتاتي، وقالت هذه هي الفرصه باش، قلت انا هذه هي الفرصه باش نرجع نهضر معاها. صافي بديت كنهضر انا وياها كنضحكوا. ملي بغات تمشي هي وامها عنقاتني وقالت لي سمحي لي، راه العقل ديال الصغر هو اللي خرج عليا وخلاني نخسر صاحبه واخت بحالك. قلت لها ما كاين باس، انت راكي صاحبتي وحبيبتي وما نقدرش نبقى معاك مخاصمه معاك اكثر من هكا. رجعت كنهضر انا وياها، كنخرجوا انا وياها، ولكن قلبي ما كانش صافي من جهتها نهائيا. ديما واحد العقل كيقول لي خاصك تاخذي حقك منها وصافي، وعقل اخر عاوتاني كيقول لي الله يهديك نساي وصافي واللي فات مات. المهم فعلا مع الوقت بديت كنسى، قلت صافي اصلا دار فيها الله خير، كون كان فيه الخير كره كاع ما دارت فيه بحال هكا، وسمع ليها وتصنت ليها، كون كان ولد الناس فعلا وباغيني. ايوا صاحبتي تعرفت على واحد الدري لاباس عليه تبارك الله، عنده مشروع ديالو، عنده دار وعنده الطوموبيل، سميتو وليد. عرفتني عليه الله يعمر ليه الدار، ظريف حشومي مؤدب، فرحت ليها زعما من قلبي. ايوا من مورا ما عرفتني على والد، لا حتى ولات كتصرف معايا شي تصرفات ما مفهومينش، ولكن انا ما بغيتش نحكر. نهار الخطوبه ديالها ملي حضرت معاه كانت تتحاول ما امكن اني ما نبانش قدام العريس، حيت سمعتهم كلشي تيشكر فيا، قالوا لي تبارك الله جيتي زوينه بزاف. كنت كنحس بها كتموت بالغيره، ولكن كنت مغامضه عينيا على التصرفات ديالها، كنقول راه ما تتقصدش. صافي كنت انا هي اكثر شخص غادي يفرح لي هذاك النهار، ولكن اللي غدار غدار. من بعد الخطوبه ديالها وليد عرفني على صاحبه، وتا هو الحمد لله ميسر وخدام،
ومن البدايه قال لي انا باغي نتزوج، ووافقت. اصلا ما يمكنش ليا نفلت فرصه بحال هذيك. صافي السيد تبارك الله زوين وفلوس والاداب، ونخليه نبقى عايشه مع با في جهنم. صافي من بعد ما تخطبات هي انا تخطبت عاوتاني صاحب والد. ايوا السيده عاد بانت لي رجعت فيها الروح، ما فهمتش انا شنو كانت كتفكر، ولكن رجعت كنتصرف عادي. من تما ولينا حنا كليكا كنخرجوا كاملين مع بعضياتنا، انا وهي وخطيبها وانا وخطيبي وانا ووليد ولينا زعما صحاب بحال الخوت. واخا كنت ديما كنشوف شي شوفات كيدير فيا في شكل، ولكن ما كنعمرش راسي. من بعد مده تزوجات صاحبتي ووالد، انا وسفيان قررنا ان نبعدوا العرس شي شويه بين ما تعرفنا على بعضياتنا اكثر. الصراحه هذه كانت الفكره ديالي، انا ما بغيتش نتزوج في البلاصه نصدق مصدومه فيه كيما هذاك اللي قبل منه. قلت خليتها نعرفوا بعدا شي شويه. المهم كنا ديما كنتلاقاو معاهم، ديما كيعرضوا علينا لدارهم، وكنا فيما كنمشيو عندهم صاحبتي كتبقى تعيب لي في شعري، في الباسي، في الوزن ديالي. المهم كتلقى شي حاجه علاش تعيب، وراجلها كيبقى يقول لي لا انت غير كتزيدي فيه، بالعكس كلشي كيجي معاه مالك. المهم كيبدا يشكر فيا، لدرجه واحد النهار قال لي هاد الريحه اللي دايرها زوينه بزاف، واش شنو سميتها؟ ايوا عطيتو سميتها، مشى شراها لصاحبتي بحالها. ملي مشى للدار ايوا قالت ليه هاد الريحه كاين بحالها عند رانيا، اذا انت شاريها ليها. انا هادشي من بعد عاد نسيق لهم الخبر، وانا عاد نقول لكم كي غندير نسيق الخبر. المهم ناض بيناتهم صداع حتى كانوا غادي يوصلوا للطلاق. هي ما يقول لها باللي راه هو سولني على ديك الريحه، مشى جاب ليها بحالها، ولكن هي والو. قالت ليه انت اللي شاريها ليها وانت ديما تتشكر فيها، بيناتكم شي حاجه. ايوا كيتسحب ليها بلي انا راني غداره بحالها، والسيد دخلت لي ديك الفكره الراس. وانا هادشي ما كانش في خباري، زعما كي قلت لكم انا يعني دازت مده عاد عرفتو منه. ايوا بديك المده اللي كانوا مخاصمين فيها انا قلت لها مالكم مخاصمين؟ قالت لي غير واحد الموسخه دخلت بيناتنا، وهي زعما كانت كتمعني عليا وانا ما جايبه الدنيا اخبار. انا على نيتي قلت لها اختي راكي انتي بعدا تبارك الله عليك راكي فران وقد بحومه، واش غادي تخلي وحده جات غا من الزنقه تاخذ لك راجلك؟ بالي بها وانتيا ولا خليني نبالي بها انا؟ وهي تقول لي لا 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 صاحبتي بلا ما تدخلي راسك في هاد المشاكل، انا عارفه مزيانه شنو غادي ندير ليها. قلت لها ولا حتى جيتيني بشي حاجه راني معاك. ايوا صافي قلت لي انت اختي وهادي، قلت لها راكي عارفه شنو كاين. ايوا مورا هاد الهضره اللي هضرنا داز تقريبا واحد 15 يوم، حتى كيصيفط ليا سفيان ميساج خطيبي، قال لي بغيتك تجي عندي لداري تباتي معايا. قلت له واش حماقيتي ولا شنو هاد الهضره اللي جالسه تقول لي؟ حنا مازال ما مزوجينش، كيفاش زعما نجي لعندك للدار؟ ياك ما حماقيتي ولا طراتك شي حاجه لراسك؟ ويقول لي علاش مالك جاتك غريبه وانت اصلا مولفه على هاد الشيء، كاع ما يجيك عجب وبلا ما دير ليا فيها الشريفه العفيفه. قلت له ما فهمتش. ويقول لي الا بغيتي تفهمي انا غادي نفهمك. بدا كيعاود لي داك التبريش اللي كنت كندير فيه انا من نهار نعقل تعارفت انا وياه. صدمني. قلت له شوف هادشي اللي عاودتي ليا كله صحيح، ولكن اود الناس عمر شي واحد ما قاصني ولا خليت شي واحد يقرب ليا، وانا الحمد لله بخير عليا. ديني الطبيبه المخيره ما عندي مناش نخاف، وهادشي كنت كنديرو غير حيت مرغومه عليه، وبا كان غيجري عليا من الدار الا ما جبتش ليه الفلوس. وانا راه ما عندي مناش نخاف. الا بغيت هاد الهضره نقولها لك قدام با نقولها لك. ومن حدك ولد الناس صافي غادي جالسه تتقلب من ورايا وباغي تعرف كاع داكشي ديالي وانا ما سولتكش كاع وما عرفتش الماضي ديالك وتقبلت كيما نتايا. صافي خويا الله يعاونك. منين حنايا من دابا ما بقات الثقه، ما بقى هادي، وليتي كاع انت تقول لي اجي لعندي للدار. من دابا خويا ما كتعرفني ما كنعرفك. قال لي انا ما مشيتش قلبت من وراك، ولا كنت باغي نعرف الماضي ديالك، هادشي عرفته من اقرب الناس ليك. قلت له كيفاش من اقرب الناس ليا؟ انت راك عارفني انا ما عزيزش عليا نكذب. قال لي ورا صاحبتك مرات والد راه عاودت ليا كل شيء عليك، وقالت لي بلي كنتي ما كتسواش وغادي تضحكي عليا، وانا عافاك ان ما سمحي ليا، وانا هاد الهضره هي اللي قالت لي ما شرحاتش ليا شنو، وانا راني كنبغيك وهادي. قلت ليه صافي، قلت ليه ما تزيدش معايا الهضره، حيت كون كنتي نتايا تايق فيا كيف ما كتقول وكتبغيني ما كنتيش غتقول لي هاد الهضره كاع من الاول. ايوا قطعت ليه على وجهه والعافيه شعلات فيا، بغيت نتسطى، بغيت نحيد حوايجي قطعتهم. خواتاتي امي با كيتسحب لهم غير تسطيت.
من الاعصاب عاودت ليهم كلشي حطيته لهم، حتى على خطيبي الاول اللي تصاحبات ليا معاه. قالت لي امي سرك تستاهلي. اما خواتاتي شويه كانوا غادي ياكلوني، قالوا لي هادشي كله واقع بينك وبينها وسامحتيها ومخلياها هي وامها كيجيو عندنا للدار عادي ويخرجوا عادي، رجعتي دخلتيها لدارك وعاطيها اسرارك، ودابا ها هي دارت دارها وخلات نتيا دارك هذيك بحال التابعه عمرها ما غادي تخليك تطفريه. قلت لهم بلاتي، قلت لهم والله العظيم الا بقات فيها. صافي تفارقت انا وسفيان، واخا تنادم معاه الحال وطلب مني السماحه وعيا من النهار قال لي ديك الهضره وكيصيفط ليا في الميساجات ولا كنجاوبو. قلت لي صافي اللي عطا الله عطاه، ما تبقاش تدور بيا ولا ندور بك. صافي بقيت كنتصرف عادي انا مع ديك اللفعه ما وريتهاش كاع باللي راه انا في خباري شي حاجه. ايوا هي كانت مطوره، يعني وصات وقالت لي هاد الهضره ما توصلش لراجلي باينه باش ما يخرجش عليها ويصدق مطلقها. ايوا انا بدات كتواسي فيا وقالت لي وانتي وفلان قال لينا تفارقتوا وياك لاباس وهادي واجي نصالحوكم وهادي. قلت لها لا ما كاين ما تصالحي، قلت لها راه ما عرفت شكون اللي دخل بيناتنا وانا ما عندي ما ندير بيه، والحاجه اللي تبدا بالصداع ما عندي ما ندير بيها. ايوا صافي قلت لها في خاطري بلاتي عليك انت غتشوفي شنو غادي ندير لك، اني خارجه عليا 2 مرات انا غادي نخرج لك على حياتك كلها. اول حاجه درتها واحد النهار عيطت على وليد راجلها، جات لاقى معايا في القهوه عاودت ليه كل شيء، ما كذبت عليه حتى شي حاجه، ولكن ما قلتش ليه باللي مراته هي اللي دارت لي هكاك. قلت بلاتي عليها مازال هي دايره فيها مطوره، خليها في ديك التطورات ديالها. عاودت ليه شنو كان كيدير لينا زعما باش نمشي زعما شنو كان كيدير ليا با وباش انا كنت كنمشي ونجيب الفلوس وهادي. ايوا بقى فيه الحال بزاف، قال لي الصراحه انت تعذبتي بزاف في حياتك وسفيان ما يستاهلش وحده بحالك وراني درت فيه وما بقيتش حتى كنهضر معاك الاول، ما عجبنيش داكشي اللي درتي اللي دار معاك، وحنا اللي كنا داخلين بيناتكم استقردنا دراري صغار. قلت ليه شوف هادشي مكتاب وانا ما عنديش الزهر في الدنيا، ما عندي ما ندير. وقلت ليه عافاك انا هاد الهضره ما بغيتش مراتك تسيق الخبار، حيت امها كتعرف امي وانا ما معاوده والو للدار، وخفتها تمشي تعاود كلشي ويسيقوا دارنا الخبار. انا الاسرار ديالي ما كنوصلهاش ليهم، وانت عاودت لك غير حيت كنرتاح ليك وعارفك ظريف وعارفك انا عزيزه عندك، داكشي باش قلت لك بحال هكاك باش ما يجيبش يقول لك سفيان عليا شي حاجه اللي ما كايناش. ايوا صافي السيد انا كيهضر معايا وكنشوف الشوفات اللي كان كيدير فيا، عرفت باللي هو انا عاجبه ولكن ما قادرش يقولها، خاصني انا ندير الخطوه الاولى. صافي من تماك وليت انا كنهضر انا وياه ديما في التليفون، ديما تنطلق وياه نتعمد ندير هذيك الريحه اللي كتعجبو، كنلبس داكشي اللي كيعجبو، وديما نوصي ونقول لها افاك ما درتو زعما انا شا صديق اللي انا مرتاحه ليه وتنعاود ليه اسراري، وديما تنوصي تنقول لها افاك مرتك ما تسيقش الخبار لان لا ساقت خبر راه امي صافي راه دارنا غيسيقوا الخبار. ايوا صافي بقيت كنلعب ليه بالاعصاب ديالو، تعرفتو تعلق بيا لاقصى درجه، شحال من مره كنحس بيه باغي يقولها ولكن انا كنقلب الهضره. صافي جا الوقت المناسب باش نقول ليه باللي مراته هي اللي دمرت لي حياتي 2 مرات وهي على من كنت كنعاود. ايوا داكشي اللي درت، عاودت ليه كل شيء على داكشي اللي كانت كدير وباللي هي دمرت لي حياتي، وقلت له باللي كانت كدير معايا نفس الخدمه ولكن هي راه ما كان عندها حتى شي مبرر، اش كانت كدير واش كانت كدير وما كتسواش، ماشي بحال انا كنت كندير هادشي مضغوطه وهذه. وعرفت مزيان كيفاش نوري باللي انا مزيانه ومظلومه وهي ما مزياناش وباللي هي اللي ضحكات عليه. العكس ديالي انا بعدا صارحته بكل شيء وزيد من الفوق، كانوا عندي تصاورها، كان عندي شي فيديوهات ديالها وهي ما عمرها عرفت باللي عندي انا هادوك التصاور. ايوا غير عرف هادشي جا عارة عليها اصلا، كان ما بقاش كيحملها وزاد كمل. والهدف ديالي انا من هادشي غنخليه ما يحسش بتانيب الضمير من جهتها وخا يدير معها اللي دار. من تماك حتى لواحد النهار هو يقولها ليا، قال لي شوفي انا ما بقيتش كنبغيها وما بقيتش كنحمل فيها الشعره، وانا راه نتيا كنحماق عليك ونهار على نهار عاد كنعرفك اكثر وكنزيد نتعلق بيك، وانا ما باغي نتزوج بيك ونعوضك على كاع داكشي اللي وقع لك في حياتك،
قلت ليه وكيفاش غادي دير ليها هي، راه خاصك الموافقه ديالها. قال لي لا ما تهزيش الهم من هذا الشيء، انا عندي صحابي وعندي داكشي وغادي نقادوا المسائل وهذه وغادي نتزوجوا. قلت له ولكن الا بغيتي تتزوج بيا راه ما نقبلهاش تبقى هي مراتك، انا بغيتك ديالي بوحدها، راه ماشي عندي الغرض ديال اني هي ما تسيقش الخبار، ولا انا بغيتك انت تكون ديالي بوحدي وهي ما عندنا ما نديرو بها في حياتنا. قال لي كوني هانيه والله لا بقات ليا، المهم انا غتزوجي بيا ومن هنا لقدام انا غادي نطلقها، ولكن بغيت ندوزها من عين البرا ونوريها انا اللي بغات ديرني ضحكه ومبينه ليا ما بنت الناس وهي ما خلات ما دارت في حياتها. صافي قلتها لدارنا، قلت لهم راه غنتزوج واحد لاباس عليه. با فرح بطبيعه الحال، مي خواتي تعجبهم الحال، هما كانوا سايقين الخبر باني غناخذ حقي من ديك اللفعه. ايوا اتفقت انا ووليد ما غاديش نديرو خطوبه، غادي نديرو العقد نيشان، ودار معايا بلي غادي يشري واحد الدار كاينه تحت منا في نفس العماره هي فين غادي نسكن، وغادي يولي يجي عندي تماك بين ما طلق هذيك اللفعه. ايوا تزوجت انا ووليد ودرنا واحد الحفله بسيطه حضرت فيها غير انا ودارنا وهو ودارهم، مو اصلا ما كانش حامله هذيك صاحبتي من النهار الاول. صافي مورا ما تزوجنا فرش ليا الدار، قلت ليه قال لي غادي امي بغيتها تعيش معنا حيت هو شيخي كان ميت. قلت ليه قلت ليه مرحبا بها وهداك الشيء، والاخرى ما كانش باغيه انه يعيشها معاه. ايوا هو زاد حماق عليا من اللي بغيت ليه امه. صافي وما بقيتش جبت معاه كاع الموضوع ديال صاحبتي واش يطلقها ما يطلقهاش، كنت كنتسنى فيه هو اشنو غادي يدير، ولكن غوستي قالت ليه والو دابا طلقها ما تبقاش عندك. ايوا ما عطلهاش، دوز عليها الشهر ديال العذاب وهي النهار كله كاسه كتشكي عيطات ليا، حتى انا كاسه كتشكي عليا وانا كاسه كنصبر فيها. فالاخر جرى عليها لدارهم وطلقها. ايوا صافي ملي جات لدارهم اختي الكبيره دارتها بالعاني ودا زعما وصلت الخبر باي طريقه لدارهم باللي انا راني تزوج. ايوا سمعت الخبر جات كتجري عندنا الدار، قالت لي ياك الغداره تزوجتي وما قلتيهاش ليا وما عرفتيش عليا، وانا كلشي تنعاودو ليك واسرارك كلهم كنعاودو ليك. وهي تنقص اختي قالت لي ها اويلي كي بغيتي انت تعرض عليك العرس راجلك. السيده حلات فمها ما فهمت حتى شي حاجه، قالت لها كيفاش عرس راجلي؟ قالت لها ورا تزوجات بوالد الله يكمل عليهم بالخير. وبدات كتغوت تماك وداكشي، هما ينوضوها ريشوها تريشه وتا انا درت يدي فيها. قلت ليها انتيا فارقتيني مع الاول وفارقتيني مع الثاني وزايدها جالسه تحلي فمك والله العظيم تعاودي تدوري بيا ولا نشوف كمارتك قدامي يا تا غادي نشوهك في قدام عباد الله كاملين، ما تقدريش تتهزي راسك وسط الزنقه. ايوا خرجات تماك مدلوله حالتها حاله، وانا عاد ديك الساعه ارتاحيت بردت فيها قلبي وشويتها في كبتها كما شواتني، وما ندماش حيت انا ماشي ظلمتها، ولكن السيده دارت الغلط وعاودت دارته. صافي تستاهل داكشي اللي وسبحان الله صدق هو اللي مكتب ليا وكان داكشي كامل اللي دارته من الخير. هي حفرت ليا الحفره طاحت فيها هي، وانا الحمد لله راني بخير مع راجلي ومع عكوزتي الله يعمر ليها الدار كتحماق عليا، وحمدت الله وشكرته اللي خرجت هذيك من حياتي وتهنيت منها للابد. القصه ديالنا سالات، وما تنساوش دابا تكونوا عندي في القناه الاخرى دايره لكم واحد القصه واعره بزاف جديده، دايره البوز في انستغرام كلشي تيهضر عليها، وانا راه حكيت لكم القصه. وسيروا تماك وخليوا لي التعليق ديالكم ولايك الفيديو، وما تنساوش تشتركوا في القناه الجديده وتشجعوني. شكرا بزاف.